الفريق بات بعد هزيمته أمام رجاء يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين وسط استياء جماهيري كبير. ياسين معراش والتفاصيل في التقرير التالي. حامل لقب كأس العرش يدخل حسابات البقاء. الموسم الماضي أولمبيك خريبكا كان ينافس على لقب الدوري، لكن نهاية الموسم الحالي تسير نحو صراع مع أندية القاع بهدف البقاء ضمن أندية دوري المحترفين. صحيح أولمبيك خريبكا فاز بكأس العرش عن جدارة واستحقاق، لأنه لعب 14 مقابلة خارج الميدان كلها. هذا ما كيعنيش أنه راه فريق قوي ولا راه فريق راه مزيان تسييريا. كل ما هناك هو أنه المكتب المسير هو اللي كيتحمل المسؤولية الأكبر فيما يقع الأولمبيك خريبكا، والدليل على أنه ما استفدش من الأخطاء السابقة، لأنه ديجا وقعت الأولمبيك خريبكا عكس فاش كانت الشركة المحتضنة كانت تسير بشركة احترافية. كلشي كيعرف الوضعية الحرجة دابا لفريق أولمبيك خريبكا، الوضعية في الحقيقة اللي ما كيستاهلهاش وماشي من النصيب ديالو هذه الوضعيه الاخيره. والدليل على ذلك جميع المقابلات اللي لعبوهم تكونوا في واحد المستوى جيد، لكن الحظ ما كيساعدهمش. وهنا كنبغي نوجه واحد النداء للجميع من اجل التضافر باش نقضوا هذا الفريق العتيق. قمة كبيرة أمام الرجاء المنافس على اللقب. النقاط الثلاثة مطلب أساسي لأولمبيك خريبكا لإنعاش الآمال. الرجاء بدأ قويا وسجل الهدف الأول مع انطلاق المواجهة، وعاد ليضيف الهدف الثاني والذي كان مؤثرا على معنويات الأولمبيك، لكن حامل لقب كأس العرش عاد للمباراة مسجلا هدف تدليل الفارق لترتفع المعنويات بحثا عن التعادل في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان مشابها للنصف الأول. الرجاء أضاف هدفا ثالثا، وأولمبيك خريبكا رغم دعم جمهوره يسقط على أرضه بثلاثية لتصبح الحسابات أكثر تعقيدا لأبناء المدرب كمال الزواغي. أنا دائما كي خذيت معناتها العهد هذه والأمانة مباراة بمباراة دازت هذه بخيرها وبشرها. المباراة المقبلة هناك بعض العناصر اللي باش يرجعوا، وإن شاء الله يا ربي يكونوا في مستوى يد المساعدة لأصحابهم وللذود مرة أخرى على ألوان فريق أولمبيك خريبكا ينهزم على أرضه وأمام جمهوره لتصبح مهمة البقاء أكثر صعوبة لفريق فاز بلقب كأس العرش هذا الموسم وحل وصيفا في الدوري المغربي الموسم الماضي. ياسين معراش، بين سبورتس، خريبكا.